صينيه المشاوي الجامده دي وساندوتش الكفته الرايق وطاجن الملوخيه بالليه دول عند المطعم الاسطوره ده مشويات العائلات. مطعم اسطوره لانه فاتح بقاله اكتر من 70 سنه وخبره عاليه في المشويات. مكانه في بنها بالتحديد في شارع الدهشان امام مديريه التربيه والتعليم في اول شارع المحطه. مشويات العائلات فاتحين من زمان قوي في بنها، من اول محلات المشويات في بنها تقريبا. واللي هياكد لنا الكلام ده الناس الحلوه الكبيره سنا ومقاما اللي يعرفوا مشويات العائلات في بنها على قديمه. المكان على وضعه بالتصميم القديم، هم حابين يكون كده حاجه من ريحه زمان وحلاوته، زي ما بداوا الحاج عدلي وابنه الحاج امام اصحاب المطعم، وبعدين المطعم بقى للحاج عبد الحميد امام وسيف ابنه. وسيف اللي هيكون معانا النهارده هيجهز لنا الاكل. وعموما هو واقف شغال في المطعم في الفتره المسائيه، بيعملوا هنا المشويات المصريه، الكباب والكفته والطرب والريش والفراخ، حاجه كده اصلي وعلى قديم. بيعملوا الطلبات هنا بالكيلو، وبيعملوا كمان الصواني المشكله. خدوا لقطه للمنيو كده سكرين شوت علشان تعرفوا اكتر عن الاصناف والاسعار هنا. انا بصراحه بكون متفائل بالمطاعم القديمه دي علشان بكون مطمن انهم بيعملوا اكل نظيف ومضمون وطعمه كمان ما يتغيرش غير للاحسن. والدليل انها بتكون مطاعم فاتحه من زمان وموجوده لحد دلوقتي، ليها زبونها المعروف الدايم، وعندهم كمان استعداد لتجهيز المناسبات زي العقيقه والعزومه ووجبات الافراح. مواعيد العمل هنا كل يوم من الساعه 11 الصبح لحد الساعه 1 بالليل ما عدا يوم الجمعه. مشويات العائلات ليه زباينه الاصليين اللي من زمان، وكمان علشان قربه من المحطه فليه زباين من بره بنها، القاهره واسكندريه، وده اللي عرفته منهم بيجوا مخصوص لمطعم مشويات العائلات في بنها. بس انا لسه ما جربتش الاكل هنا، فجيت النهارده علشان اشوف المكان ونفكر الناس بالعنوان واجرب مشويات العائلات للمره الاولى. وطبعا مناسبه زي دي لازم يكون معايا عمرو. وصلنا وقعدنا وهنشوف الكلام على ايه دلوقتي مع بعض. نزلت اول البشاير، السلطه الخضراء والطحينه وميه السلطه الجميله. وكالعاده قلت لعمرو كل واحد ليه سلطاته، ما تقربش على سلطاتي لو سمحت. قال لي تمام. وبعدها جه سيف بالصينيه قوام، واللي بسم الله ما شاء الله كان شكلها عظمه على عظمه. فنان يا سيف والله. شايفين حته النار الشو دي؟ شايفين شكل الصينيه اللي يفتح النفس؟ صينيه كبيره مشكله فيها كل الاصناف علشان نقدر نجرب المشويات بضمير. هنا بيعملوا هنا صواني كتير باحجام مختلفه زي ما تختاروا حسب الصنف والوزن. صواني بتبدا من اول 200 جنيه لحد 1600 جنيه. الصينيه دي بقى سيف قال لي سميها، فانا قلت هسميها صينيه سندو. ولو حد عاوز يطلبها يجي هنا مشويات العائلات ويطلبها عادي، يقول لهم عاوز صينيه سندو. وسيف عامل ليها سعر مفاجاه كمان. عمرو شاف الصينيه من هنا وطار من الفرحه وسالني صينيه عيد ميلادي دي يا سندباد؟ قلت له دي صينيه الحلويات في مشويات العائلات. كل وروق على حالك يا عمرو. هنبدا دلوقتي نتعرف على محتويات الصينيه مع بعض. وبسم الله عمرو هيبدا كالعاده ويمسك صبع الكفته اللي كان بيلمع ده ويقسمه نصين علشان يشوفوا جوسي ولا مش جوسي، ونلاقيه جوسي وملبن ومستوي كويس. ويدوق عمرو الكفته ويقول دايبه وزبده، وياخد لقمه من الرغيف العيش الطازه علشان يجيب الخلاصه. لقمه بالكفته وغطس في الطحينه الجميله، ونودع صابع الكفته علشان عمرو ينبسط ويقول طعم الكفته بتاع زمان ده. وعجبته الكفته هيفصل بالخضار وياخد حته من الخيار، ويدخل على الرز وياخد شويه كتار، معلقه رز مفلفل من الصينيه ويدوق ويعجبه الرز ويقول لنا ان الرز طعمه شارب من كله، طعمه حلو قوي. وياخد معلقتين كمان في السريع ويخش يشوف باقي المواضيع. بس المواضيع حلوت قوي لما لقيت سيف داخل علينا بساندوتش الكفته الرايق ده. سيف قال ان الساندوتش ده لسه جديد هنا وعامله مخصوص لينا علشان نجربه ونقول راينا. عمرو شافه وقال لي ايه ده يا سندو، الساندوتش ده شكله غريب قوي. قلت له حلو انك مستغربه، الساندوتش ده هيبقى ليه يا عمرو؟ قال لي ايه مش هينفع، ده هيبقى بالنص، الاتفاق واحد. قلت له ماشي يا عمرو، ربنا يستر على النص بتاعي، بس هنخليه للاخر على دوري وهبدا انا بيه. وصلت متاخره بس كانت منوره، الشاميه صوص الطماطم المشويه. عمرو دخل بعد كده على الفراخ الشيش وعمل لقمه وعلى الطحينه وقال لي سيبنا عيش. قلت له يا ابني الفراخ الشيش دي عاوزه شاميه احلى. قال لي ابقى ودي انت بقى بالشاميه يا سندباد. ولما ده قال طعم الشوي حلو قوي وعجبته الفراخ الشيش. يعلى بالكلام بشويه بصل مشوي علشان يدخل على اللي بعده الطرب. شكله كان حلو قوي ولمعه الشوي المظبوطه مع الريحه الجميله خلى عمرو كله من غير عيش. وقال لي يا مساء الدهننه الطرب ده حبيبي انا. وجربه مع الشاميه مره ومع الطحينه مره وقال لي جامد في كل مره. ودخل بعد كده على الكباب وعمل لقمه وداب وبقى شغال الله ينور. مش عارفين ناخد رايه بس رايه واضح لينا كلنا. عيش يا عمرو بالف هنا، بشرتنا وفتحت نفسنا. جه دوري بقى علشان اشوف الكلام على ايه في السريع، وهسمي وادوق علشان الكلام يروق. هنفتح الكلام بشويه سلطه كده معلقه في التانيه وكانت حلوه ومية مية. السلطه بشرتنا. اخش بقى على الساندوتش. الحكايه ده الساندوتش ده اختراع. مبدئيا ده ساندوتش كفته، بس التركايه فيه في طريقه لفه وتجهيزه. سيخين كفته كبار مشويين محطوطين جوه العيش البلدي المتحمص ومشوي على الفحم. سعر الساندوتش ده كان 75 جنيه بس. حجمه الكبير ده بالنسبه لسعره مناسب جدا، وشكله كده هيبقى جمدان. وبسم الله هدوق واخد قطمه طويله زي الساندوتش. ولما دقت لقيت الطعم جامد موت. تحس انه حاجه كده ميكس ما بين ساندوتش الكفته ورغيف الحواوشي. كنت حاسس اني باكل كفته وحواوشي في نفس الوقت. وطالما كفته يبقى معاها طحينه واحلى غطس. الطحينه كان طعمها حلو قوي وعلت الكلام معايا اكتر. ومع الشاميه كان الطعم برده جامد ومية مية. الطحينه والشاميه هنا طعمهم عالي قوي الصراحه. وقلت لعمرو ساندوتش الكفته ده عالمي. فقال لي ما تجيب حته من الساندوتش يا سندباد في ايه؟ قلت له تمام بس هاخد اخر لقمه قبل ما اودعه يا عمرو. واديته 10 على 10 وودعته. خد يا عمرو اتفضل بقى
بالف هنا. قال لي هات يا عم وبطل تستمتع لوحدك. قلت له ما انت واخد الصينيه لوحدك، حد قال لك حاجه؟ قال لي نتشارك يا عم مش كده. طيب يا عمرو اما نشوف. ضايق وقال لي اه يا ناصح، واخد العظمه دي لوحدك وغطس منه في الطحينه على شويه ميه سلطه للتسليك وكده، الله يرحمك يا ساندوتش. ماشي يا عمرو. هدخل انا في السريع اجرب الملوخيه اللي بالليه علشان الحق اي حاجه من الصينيه. طاجن ملوخيه بالليه دمار. سيف برضه عامله جديد وجابه لنا نجربه، ودن قطه بسرعه وندوق، وكان طعمها جامد موت. هسيب الملوخيه والحق اجرب الصينيه قبل ما عمرو يقضي عليها. معلقه رز بسمتي رايقه مع شويه زحلقه بميه السلطه الجامده دي، وابدا بالطرب. وعملت لقمه كبيره علشان كنت متحمس ان ادوق، وفعلا انبهرت بطعمه. التتبيله والشوي والطرب كله بشكل عام كان من احسن المرات اللي اكلت فيها طرب صراحه، ويمكن تكون احلى مره لحد دلوقتي. وطعمه مع الطحينه والشاميه برضو جمدان يا جدعان. بعدين دخلت على الفراخ الشيش وعملت لقمه مظبوطه وبالاصول. حته الشيش عليها البصل المشوي واغطس بيها في الشاميه، وكده اللقمه بقت 100 100. هي دي اللقمه الميكس اللي هتنسيك الاكس. هزحلق الكلام بشويه ميه سلطه، وبعدها الاقي عمرو بيمس عليا بصبع الكفته الجوسي خالص، ولقمه من الرغيف على شويه طحينه في الخفيف، ونزحلق الكلام تاني، ونخش بعد كده على الكباب ونلاقيه زي ما قال الكتاب. من حلاوته اكلته من غير طحينه، وبصراحه لحد دلوقتي كل صنف بيعلي على اللي قبله. وهنا المشاوي بتقول حكاوي، ومشويات العائلات ظبط معايا الكلمات. طعم الاكل هنا مصري اصلي. اخر حاجه بقى لقيت عمرو ماسك ريشه، وسالته ماسك الريشه كده ليه يا عمرو؟ قال لي علشان ما تطرش. قلت له تمام، ولا علشان هي ريشه واحده؟ فشكرا يا عمرو شكرا. والحمد لله تجربه الاكل هنا كانت ممتازه، والمشاوي هنا في مطعم مشويات العائلات كانت حلوه قوي بالنسبه لي وعجبتني. يا ريت برضو اللي جرب مشويات العائلات يقول لنا رايه في تعليقات. وفي النهايه هقول لكم اللي عاوز ياكل اكله مشاوي تمام ويظبط الكلمات يبقى لازم يجرب مشويات العائلات، ويقول لنا برضو رايه بعد التجربه. واتمنى لكم تجربه حلوه وتبسطكم. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير علشان اقدر استمر على خير. ومع السلامه يا غاليين، نشوفكم في فيديو قريب وجديد.